طبيعية كتهم الرياضة اللي غادي يشاركوا معنا ان شاء الله في اكثر من 74 مشارك. وبالنسبه للتأجيب الرسمي التقنيه للممارسين الاول وكذلك احداث فسحه للتعارف والتبادل. ولعل السيد العامل المحترم من محيط هذه الهوايه فلا دور للشركه الاخرى. هذا الطيران والرد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا نوريو برزاف الإسبانية نشأت المركز الوطني وهذا الأخ البرلماني المحترم، السادة ممثلي السلطة المحلية والإقليمية المحترمين، الفعالية الجمعوية والإدارية وضيوف الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني اللحظة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الفعاليات الحاضرة والتي عبرت من خلال حضورها على الدعم المتواصل للملتقى حتى يحظى بالقدوة المثالية له بين مختلف التظاهرات الثقافية على المستوى الإقليمي والجهوي. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في أحضان جماعة أجل المرحبا، ومتمنيتنا أن تروقكم فقرات فعالية الدورة الثانية لملتقى تيغري تحت شعارها الدائم المحلية والإقليمية، ممثلو وممثلات الجمعيات والهيئات المدنية المحترمة. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة تنظيم جمعية عمود للنماء لفعالية الدورة الثانية لملتقى تيغري تحت شعار الساحل المردودية والآفاق، لا يسعنا الشكر والامتنان لكم جميعا على دعمكم لهذه المبادرة المتواضعة في حلتها والغنية في مضمونها. حدونا الأمل المشرق لتحديد الهدف المنشود وفق انسجام فاعل بين مكونات إدارة ملتقى تيغري للمساهمة من خلال موقعنا لإنجاح فعالية التظاهرة الثقافية من أجل مردودية تنموية اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياحية. التيمة الرئيسية راسخة، الآفاق الواعدة مفتوحة، الطاقات البشرية مؤهلة، والإمكانيات الطبيعية ساحرة، والرغبة الجامحة مؤكدة من أجل جعل التظاهرات الثقافية لملتقى تيغري من التظاهرات. السيدان السيدتان محترمتان، سيدان السلطات المدنية والعسكرية، ضيوف عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزن الذين هم ضيوفنا بطبيعة الحال، من هيأ لنا هذا الفضاء، المستثمرون بجماعة إقليم بجماعة 2 أجلو، المقيمون بمخيم 2 أجلو، سلام الله عليكم. أجدني سعيدا واليوم تفتتح الدورة الثانية لملتقى تيغري.
إقليمنا غني برجالته.